لكل أب ولكل أم، لكل أخ وكل أخت، ما تقولش إيه اديتنا مصر، ما تقول هندي إيه لمصر. عجبتني شريهان لما قالت الكلمة ديت النهاردة. افتكرت الأغنية الوطنية اللي كنا بنغنيها زمان واللي جاي دلوقتي محفورة في قلوبنا من الفنانة العظيمة على ما أتذكر فايزة كامل. شريهان النهارده تعالوا بينا في الفيديو اقول لكم قالت ايه النهارده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي واصدقائي في قناتي قناة ابو قشين. هي فعلا قناتكم، هي فعلا انتوا اللي بتديروها بتعليقاتكم الجميلة، بتعليقاتكم الايجابية اللي بتسيطر على افكاري وبتخليني اقول كل حاجة جديد وباسلوبكم انتوا، لان انتوا اسلوبكم محترم، لان انتوا اسلوبكم في التعليقات بتخليني ان انا اطلع افضل ما عندي من اسلوب حياة ليكم انتم، لان انا بتكلم باسمي وباسمكم. اللفظ الخارج اللي هيطلع مني اكنكم انتم طلعتوه، واللفظ الكويس اللي بيطلع مني انتوا اللي طلعتوه قبل ما انا اطلعه. عايز افكركم ان قناة ماليش غيرك يا رب قبل قناة شريهان داوود، اخت زاهية داوود واخت حلمية داوود. قناة شريهان اتفعلت وقناة ماليش غيرك يا رب لسه ما كملتش ال1000 مشاهد. يا ترى هتفضل كده ولا هتكملوا لها ال1000 مشاهد؟ وناشد جمهور حلمية قبل جمهور زاهية سرعة الاشتراك في قناة ماليش غيرك يا رب. حالتها أسوأ من حالة شريهان، ويا رب يرزق الاتنين. وأناشد الداعمين اللي فاعلين الخير يروحوا للقناة ديت ويشوفوها عايزة ايه. ضربة كانت من المعلم خلى الاستعمار يبلم. برضو أغنية وطنية قلناها قبل كده في 73 تقريبا أو ما بين 67 و 73. فعلا النهاردة شريهان ادي الدرس، وأتمنى أتمنى أتمنى يا شريهان إن هو يكون الدرس الأخير اللي انتي بتديه للمتابعين والقنوات اللي بتهاجم عيلة آل داوود في اليوتيوب. أتمنى يا شريهان فعلا كتر التبريرات غلط عليكي، كتر التبريرات بتدي فرصة لناس تانية ان هم يتصيدوا الأخطاء اللي في الفيديو اللي ما فيهوش أخطاء. بالنسبة ليا ما فيهوش أخطاء. الفيديو بتاع النهاردة جميل 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 جميل، كلام جميل، كلام مرتب، كلام طالع من القلب، ما فيهوش تمثيل، ما فيهوش حرف واحد يتقال عليه انك انت بتمثلي. انت بينك وبين ربنا ايه؟ شريهان القطة المغمضة هي اللي بتتكلم النهاردة، بتتكلم من قلبها في حبها لعيلة داوود، في حبها لاخواتها كلهم من اول مصطفى لغاية حسام. رغم تعليمها المتوسط تفوقت على ناس كتير تعليمهم جامعي. حبك لعيلتك هو اللي هيعود لك، حبك لامك واخواتك هو اللي هيعود لك في الاخر. عجبتني برضو الحتة اللي بتقولي فيها لو امي بتنقط دم هوطي على رجليها وابوسها. الكلمة دي كبيرة قوي. الكلمة ديت لو هزت مشاعركم، الكلمة دي لو دخلت قلوبكم صدقوني مش هتطلعوا مرة تانية تتكلموا على عيلة آل داوود بالسوء. الكلمة دي عظيمة من إنسانة عظيمة فعلا. لما قلت أميرة القلوب ما أخطأتش في التسمية بتاعتها. لما تعلن شريهان داوود في قناتها اللي كل الناس شككت إنها قناة زاهية، اللي كل الناس شككت إن هي شراكة بينها وبين زاهية، اتأكدوا من الخبر قبل ما تعلنوه.
اتأكدوا من الكلام قبل ما تقولوه، اتأكدوا من كل حرف انتوا بتقولوه هتتحاسبوا عليه. اتأكدوا من اي حاجة انتوا تقبلوها انها تتقال عليكم قبل ما تقولوها على الغير. كل دوت شريهان داوود قالته. شريهان داوود لما تعلن ان زاهية داوود متكفلة بتعليم اولادها وعامله لها راتب شهري، يبقى من هنا لازم ترفعوا القبعة لزاهية داوود. انا بستغرب على الناس اللي بتعمل حوارات وبتألف قصص وروايات وبتحاول ان هي تصدقها، بتحاول ان هي تصدقها لان هي مش مصدقه نفسها ان هي بتقول الكلام دوت. الناس ديت بتجيب وقت منين؟ بتجيب دماغ منين؟ عندهم قوه في التأليف تغلب أسامة أنور عكاشة. يا رب نكون فهمنا الرساله. البنت تعبت، البنت تعبت من كتر الرسائل اللي بتديها لكم، من كتر الرسائل اللي بتبثها في فيديوهاتها. تعبت البنت، شقيانه وبتحاول انها ترتاح زي ما حلميه كانت شقيانه وحاولت انها ترتاح وزاهية ساعدتها. نفس الشيء شريهان تعبت، بتقول لك كانت بتطلع من الصبح بترجع 10 بالليل، اضطرت انها تقعد عشان بنتها كبرت محتاجه ان هي تقعد جنبها. سيبوها تشتغل، سيبوها تشوف لقمة عيشها الجديدة وربنا يقدرها عليها. انتوا عايزين منهم ايه؟ عايزين من عيلة آل داوود ايه؟ عايزين منهم حاجة واحدة، اقول لكم ايه هي؟ عدم الاستقرار في العيلة ديت سبب كبير 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 فينا احنا كقنوات نقد وكمتابعين. هنا بيحضرني اغنية غنتها الفنانة العظيمة شادية، عايزين نقولها ونقول يلي من البحيرة ويلي من اهل الصعيد، عيلة داوود رجعت تاني واليوتيوب اليوم في عيد. عايزين نفرح برجعة عيلة داوود لبعض، حلمية وزاهية وحسام وحمادة ومصطفى وشريهان، تكون سبب في ان هما يتلموا مرة تانية لو انت عايز. اما لو مش عايز ادخل بتعليقك السلبي، فرق، ادخل بتعليقك السلبي، خد ذنوب، جرح بيه اسرتك، جرح بيه اولادك، جرح بيه نفسك. انا بالنسبة لشريهان ربنا يبارك لك في رزقك يا بنتي، وان شاء الله هتكوني سبب في لم شمل العيلة ديت، وان شاء الله ولادك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسهم ليكي، ربنا يحرسهم ليكي، وان شاء الله تشوفوهم من احسن الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.